تخيل الشيبي لاعب بيراميدز بيعمل كده على جمهور الاهلي وعلى الاهلي. يا ابني احنا مش شايفينك، احنا مش شايفينك ولا الاهلي شايفك، اما جمهور الاهلي والاهلي قد كده. انت ايه هوا؟ انت يا كابتن ايه هوا؟ تخيل بيعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيبي يا جماعة لاعب بيراميدز في ماتش بيراميدز والاهلي، شاور على جمهور الاهلي وعمل كده. عشان كده حسين الشحات اتنرفز عليه. طبعا حسين الشحات غلطان وخد عقوبته وتعاقب من اداره الاهلي، وده مفيش اي مشكله، ده يستاهل يستحق، لان انت لاعب كبير ولاعب في النادي الاهلي، احسن نادي واكبر نادي في مصر وافريقيا. فعشان اداره الاهلي عندها سيستم وعندها نظام، عاقبه حسين الشحات. اما كده انت مصدق نفسك يا ابني؟ انت مصدق نفسك يا حبيبي؟ انت بتعمل كده دي ايه؟ ده الاهلي يا بابا، ده اخر 3 ماتشات انتوا ما شفتوش، بطولتين منهم ماتشين ببطولتين من بيراميدز بس. باتشيكو يا حبيبي بيحلم بكولر. اخر 3 ماتشات كولر مبهدله، وغير طبعا ماتش نهائي القرن بقى مع الموس. ده باتشيكو بيحلم بكولر بقول لك. انت تعمل كده؟ كده ايه يا حبيبي؟ ده انت هوا بالنسبه للاهلي. احنا قلنا حسين الشحات غلطان وتعاقب، وده لازم يتعاقب عشان هو لاعب كبير ولاعب في نادي الاهلي. فالسلوك ده لا، مش لاعب في نادي الاهلي. فعشان كده اتعاقب اداره الاهلي، عاقبته مباشره بعد الماتش. اما انت ولا هنا. فريق بيراميدز فريق كبير على عينينا وعلى راسنا، وفريق محترم وكل حاجه، بس بالنسبه لفريق الاهلي ما نشوفوش. بس احنا مش عاوزين نقول بيراميدز كلها بقى ونعيب في بيراميدز، عشان فيها طبعا ناس محترمه. بتكلم على اللاعب ده اللي عمل كده، الشيبي. كده ايه يا حبيبي؟ يا بابا انت نفسك هتلاقي مش مصدق نفسك. لكن حسين الشحات غلطان. طب الماتش نفسه بقى، نتيجة الماتش اللي هو الراجل فرحان بيها 3-0، احنا حاسمين الدوري والسيزون خلصان بالنسبة لنا. يعني الاهلي نازل يتدلع. كولر والفريق الاهلي شابوه، كولر وفريق الاهلي احسن مدرب في مصر وافريقيا بالارقام. فريق الاهلي احسن فريق في مصر وافريقيا بالارقام. ده 5 بطولات في كام شهر، منهم 2 من بيراميدز بس. 5 بطولات، كل بطولة تقريبا دخلها خدها ما عدا كاس العالم للاندية. فتخيل انت كل ده، والشيبي اللي هو كده بيشاور على الاهلي ويقول كده. انت يا حبيبي شفت جون سينا؟ انا مش شايفك. ده الاهلي يا حبيبي. فجماهير الاهلي يا جماعه، ولا نزعل على الماتش اللي فات ولا اي حاجه. 3-0 احنا حاسمين الدوري قبله بكتير، واخدين كل البطولات، فده عادي. نهايه سيزون، اللعيبه تعبانه، مفيش اي مشكله خالص. اللعيبه مرهقه، اكتر فريق لعب بعدد ماتشات، كل ده مفيش اي مشكله فيه. ده فريقنا واحنا وراه وبندعمه. والماتش ده لو كان على بطوله هتلاقي اهلي تاني، بس عشان هو ماتش تحصيل حاصل فايه مفيش مشكله. نيجي للنقطه اللي بعدها. الماتش ده بين مين؟ الاهلي وبيراميدز. اول دوري تاني الدوري، فطبيعي في منافسه. حتى لو الدوري اتحسن بس في منافسه. انت كسبان بيراميدز اخر 3 ماتشات، واخد منه بطولتين مهمين، فطبيعي في منافسه، نازلين ينافسوا بعض. في بقى حاجه تانية كده، واحد تالت كده، طبعا مش كل الناس بس بعض مشجعين الزمالك. انت مالك يا حبيبي؟ انت ايه داخله؟ انت راشق ليه؟ هايص على السوشيال ميديا. الاهلي خسر 3-0، الاهلي خسر 3-0، حسين الشحات غلطان. احنا عارفين يا حبيبي ان هو غلطان وتعاقب، بس انت ايه دورك؟ انت بتشجع بيراميدز ولا الزمالك؟ يعني انت القرعه بتاعي بشعر بنت اختها يعني ولا ايه؟ انت يا باشا خليك في فريقك، انت مالكش دور هنا خالص. انت تهيص والاهلي اتغلب 3-0. ماشي، انا عارف انت متضايق، موسم طلعت صفري، مفيش ولا بطوله. انا معاك مفيش مشكله، وفرحان طبعا. خساره الاهلي بتفرحك اكتر من فوزك انت باي ماتش.
تمام. طبعا انا بتكلم على بعض جمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك الباقي على دماغنا، والزمالك نادي كبير واصدقاء الزملكاويه على دماغي. بس انا بتكلم على بعض الزملكاويه اللي هو ايه، مختفي، وبعد كده الاهلي اتغلب 3-0. ما يتغلب 3-0 يا ابني، ده واخدين الدوري من زمان. وبعدين يا راجل، ده الاهلي 3-0 واخد الدوري، واحنا زعلانين عشان احنا كاهلاويه ما تعودناش على خساره الاهلي. فين وفين لما نقول الاهلي خسر، الاهلي تعادل، بنزعل على تعادل الاهلي. انت يوم ما خسرت من الاهلي، لما الاهلي خسرك، قلت ده خسرني بالسحر، والاداره كانت عاوزه تعمل اللعيبه مكافئه اجاده عشان خسروا من الزمالك ولعبوا شويه في الشوط الثاني بس. يعني ايه؟ يعني وقفوا شويه قدام الاهلي. انت الاهلي خسر ماتش في الدوري كله لحد دلوقتي، انت خسرت من كل اللعيبه من كل الفرق اللي هبطت تقريبا، مع احترامي ليها طبعا، اسوان والمحله وكده. وكانوا عاوزين يعمل لك مكافأة إجادة. يبقى احنا كده شابوه للأهلي، شابوه للإدارة، لكولر، للخطيب، لكله. فأنت حبيبي مالكش دور. أنت دورك دلوقتي تركز في البطولة العربية، تشوف هتستعد لها ازاي، تشوف ايه الصفقات الجامدة اللي انتوا هتجيبوها، تشوف البطولة العربية. أنا عارف ان انتوا عندكم لعيبة طبعا، يعني هناك حتى لو في كريستيانو هناك، انت عندك السيسي في نص الملعب، ايه المشكلة؟ في مش عارف مانيه هناك او ايا كان، انت عندك الزنارة يا راجل في الدفاع. يعني انت فرقتك ركز معاها بس، ركز معاها، وان شاء الله تعملوا حاجة في البطولة العربية. انا عارف ان هي صعبة، وكمان معاك محمد صبحي متألق الفترة الأخيرة، مش عارف دخل في كام جول. فعادي يعني، انت خليك في نفسك، ما تركزش قوي مع الاهلي يعني. اما حسين الشحات، احنا اتفقنا خلاص، حسين الشحات غلطان وخد عقوبة وفعلا لازم يتعاقب. اما يا شيبي، انت كده يا حبيبي، احنا مش شايفينك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.